مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. وصل العاصمة أسمرة اليوم 13 من يونيو رئيس جمهورية السودان المشير عمر حسن أحمد البشير في زيارة عمل للبلاد تستغرق 3 أيام. وقد استقبل الرئيس سياس أفورقي ضيف البلاد الرئيس عمر البشير بحفاوة كبيرة لدى وصوله مطار أسمر الدولي. وسيجري الرئيس عمر حسن البشير خلال زيارته لإريتريا مباحثات مع الرئيس سياس أفورقي تتعلق بالعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يقوم سكان قلعي بصيانة سد المنطقة بالتعاون مع أعضاء الجيش الشعبي، حيث يتسارع العمل لإنجازه قبل الموسم الخريف. وقال السيد أحمد علي شيخ والسيد عقبايد حنوم عضوا الجيش الشعبي أن تحقيق الرخاء للشعب من الأهداف الرئيسية للحكومة الإريترية، وأن الجيش الشعبي يعمل بقوة لإنجاح هذا الهدف، مؤكدين العمل بتفان لإنجاز أعمال صيانة السد في أسرع وقت. وأشار السيد سليمان صالح والسيدة مريم سعيد من قلعي إلى ثقتهما في إنجاز أنشطة الصيانة في الوقت المحدد نتيجة لتضافر الجهود، موضحين أهمية السد لقدرته في تنمية مساحة 20 هكتارا. دعا سكان مديرية حقات للقيام بدراسة المواقع الأثرية والتاريخية بهدف تطوير السياحة بالمديرية. وأوضح السكان وجود الكثير من المرتفعات التاريخية التي تحوي أماكن أثرية إضافة إلى الحياة البرية. وقال الأب قبر مسقل تسفى قرقيش من دير سعد أنبا أن المنطقة ثرية بالموارد الطبيعية وفيها كتب دينية عتيقة وأشجار وحيوانات برية. وذكر مدير ضاحية عد عمر السيد أمينة تسفاي أن مناطق عد عمر وشبق وكرمد وعد حماد وعد أري جاذبة للزوار لوجودها على سفح جبل دير سعد أنبا والجبال الأخرى الكبيرة. ودعا عضو مجلس إقليم عنسبة السيد أمينة أرأيا الشعب لحماية الآثار والحفاظ عليها من التلف والخراب، مناشدا العمل بالتفاهم مع وزارة السياحة. وأشار السيد كفلي سلمون من سكان قرية دنبس أجاي أن المواقع الأثرية توجد في وضع جيد نتيجة للمتابعة، مؤكدا على العمل لحماية الحياة البرية والغابات. يقوم سكان عد شيخ قالة بمديرية قلوج بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه وتمهيد الأراضي الزراعية استعدادا لموسم الخريف. وأوصى كل من السيد تكو أبرهة والسيدة فاطمة علي أن الأنشطة المماثلة التي قاموا بها من قبل حققت نتائج جيدة، معربين عن أملهم في رفع الإنتاج الزراعي عبر هذا العمل. وذكر السيد أبو بكر عثمان والسيدة لتمكيل قبر أملاخ أن السكان يعملون في مجموعات إدراكا لأهمية حماية التربة وحفظ المياه في رفع الإنتاج، داعين إلى توفير الآليات الزراعية في أوانها للدفع بهذه الجهود. وأفاد مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية قلوجة السيد ردئي بهلبي أن المنطقة تمتلك أراضي زراعية واسعة وخصبة، ويقوم السكان فيها سنويا بالاستعدادات الزراعية اللازمة. أوضح مدير مدرسة ماريتا الابتدائية في مديرية نخفة الأستاذ حامد محمود أن المدرسة تساهم في رفع وعي الشعب بأهمية التعليم وزيادة مشاركة الطلاب في العملية التعليمية. وقال أن بناء الحكومة للمدرسة الجديدة ساعد على الاهتمام بالتعليم بعد أن كان السكان لا يهتمون بإرسال أبنائهم لتلقي التعليم بسبب حياة الترحال الرعوية، مشيرا إلى زيادة عدد الطلاب سنويا بنسبة 15%، وأن 50% من الطلاب هم من الإناث.
وعدد مدير ضاحية ماريت السيد علي عبد الله النتائج الجيدة للحملات التعبوية في زيادة الاهتمام بالتعليم، داعيا إلى بناء مدارس إضافية لحل مشكلة بعد المدارس عن بعض الضواحي وزيادة المعلمين. وأشار السيد عمر همد والسيد جهراي عمر من السكان إلى أن الفجوة بين المدن والريف أخذت تضيق نتيجة للجهد الحكومي، داعين إلى الاهتمام منذ الآن بتوفير مدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية. دعا قائد شرطة مدينة فعبت الملازم أماناي زمدي سكان المدينة لزيادة تعاونهم في مكافحة الجريمة وتقديم الجناة أمام العدالة، وأوضح بأن الشرطة تقوم بالتعبئة المتواصلة لزيادة المعرفة بالقانون ومكافحة الجريمة. وقال أن من المهم تنشئة الأبناء على القيم السمحة للمجتمع ومراقبتهم باستمرار، مناشدا الآباء للعمل بقوة في هذا المجال. من جانبه أوضح مدير مديرية فعبت السيد عبدو محمد تلكي على وجوب قيام السكان بالجهود اللازمة لإرساء قيم المجتمع في الأجيال الحديثة، وضرورة حث المعلمين طلابهم على الانضباط والسلوك الحسن. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونعود إليكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، عرض حزب العدالة والتنمية بتركيا إمكانية إجراء استفتاء على خطط تطوير ميدان تقسيم الذي كان سببا في اندلاع المظاهرات في اسطنبول وأنقرة. وحذر رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان المحتجين تحذيرا نهائيا في ساحة تقسيم قائلا أن صبره قد نفذ. وقد شهد يوم أمس الأربعاء المزيد من الاحتجاجات في كل من أنقرة واسطنبول، حيث لجأت الشرطة التركية إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريغ 5000 من المحتجين بالقرب من السفارة الأمريكية بأنقرة، فيما تجددت الاشتباكات مع المحتجين في ميدان تقسيم باسطنبول في الوقت الذي استعادت الشرطة السيطرة على الميدان وطردت المتظاهرين منه مرتين بواسطة القنابل المسيلة للدموع، وحيث كان المحتجون يحملون الأعلام التركية ويهتفون مطالبين باستقالة الحكومة، فيما أزالت الشرطة الحواجز التي كانت تمنع الوصول إلى الساحة بواسطة الجرافات. وفي ذات السياق، اعتقلت الشرطة عشرات المحتجين بينهم 73 محاميا كانوا يحتجون على تدخل قوات الأمن في حرم قصر العدل في اسطنبول. أعلن الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني تأييده للمرشح حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم غد. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس السابق محمد خاتمي دعمه لروحاني في مسعى من الإصلاحيين لتعزيز حظوظ الوصول إلى الرئاسة بعد 8 سنوات من هيمنة المحافظين عليها، حيث دعا خاتم الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت لروحاني. ويأتي دعم خاتمي لروحاني بعد إعلان المرشح الإصلاحي الآخر محمد رضا عارف انسحابه من السباق الرئاسي لزيادة حظوظ المعسكر الإصلاحي بالفوز. وتعاد انتخابات الرئاسة التي تجرى يوم الجمعة الأولى من نوعها منذ انتخابات عام 2009 التي قال مرشحون إصلاحيون إنها زورت لصالح فوز الرئيس محمود أحمد نجاد بفترة رئاسية ثانية، مما فجر احتجاجات استمرت عدة أشهر. قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أنه زار برفقة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد فايد صالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المستشفى الذي يعالج فيه بفرنسا منذ أواخر أبريل، وتلقى منه تعليمات وتوجيهات تخص كافة المجالات. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن زيارة على هذا المستوى إلى الرئيس بوتفليقة منذ بدء مشاكله الصحية الأخيرة في 27 من أبريل الماضي. وعرض التلفزيون الجزائري بيانا حول صحة الرئيس جاء فيه أن بوتفليقة يقضي حاليا فترة علاج وإعادة تأهيل وظيفي
في مستشفى ليزان فاليد بغرض تدعيم التطور الإيجابي لحالته الصحية. ويأتي هذا التوضيح من الحكومة الجزائرية لطمأنة الرأي العام الجزائري الذي ظل يتساءل طوال أكثر من شهر ونصف عن مصير الرئيس. تتواصل الاحتجاجات في اليونان لليوم الثاني على التوالي بسبب قرار الحكومة إغلاق التلفزيون الرسمي IRT بهدف خفض الإنفاق العام. وأثار قرار الإغلاق صدمة لدى المواطنين، حيث شهد اليوم الخميس إضرابا عام أثر على حركة النقل في البلاد. وفي ذات السياق تظاهر الآلاف من اليونانيين يوم أمس الأربعاء، حيث أحرق المتظاهرون علم الاتحاد الأوروبي تنديدا بالاتفاقية المالية مع حكومتهم التي قبلت شروط خفض الإنفاق العام. وشاركت في المظاهرات العشرات من نقابات العمال القاضبة من سياسات الحكومة التقشفية القائمة على خفض الإنفاق وتسريح العمال. هذا وقد رفض العاملون في التلفزيون مغادرة المبنى على الرغم من انقطاع البث، علما بأن القناة كان يعمل بها نحو 2700 شخص. وأفاد متحدث حكومي بأن قرار إغلاق التلفزيون الرسمي جاء بسبب التكلفة الكبيرة للقناة التي تبلغ 100 مليون يورو سنويا، مؤشرا إلى عزم الحكومة في إنشاء قناة جديدة بتكلفة أقل وعمالة محدودة. أدت حرائق الغابات في ولاية كولورادو الأمريكية إلى تدمير عشرات المنازل ونزوح العديد من السكان. وقد اندلعت النيران بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح العاتية وارتفاع الرطوبة. وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى تدمير مساحة 15 فدانا إلى جانب العديد من المنازل في بلدة بلاك فورست. وتكافح فرق الإطفاء لإخماد الحرائق المشتعلة في منطقة الأحراش الواسعة. يذكر بمعاناة العديد من الولايات الأمريكية في غرب البلاد حاليا من اندلاع حرائق غابات واسعة أدت إلى تدمير مساحات شاسعة من الأحراش ونزوح المئات من السكان. مشاهدونا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.